كنا زمان في أول التسعينيات بنعمل أسابيع يسميها الأسابيع العلمية، أو كانت مشهورة باسم الأسابيع الثقافية، وهي الصحيح تبقى الأسبوع العلمي عشان كانت هي. وكل واحد مننا كان بياخد إيه يوم، الشيخ فلان ياخد يوم، الشيخ فلان ياخد يوم. وكانت إدارة المسجد بتحدد موضوعا معينا، نتكلم عن الخشوع مثلا، يبقى كله يتكلم عن الخشوع عشان نثبت الفكرة، نتكلم عن المرأة، نتكلم عن الرياء، نتكلم عن الإخلاص، أي حاجة زي كده. فكان هذا الأسبوع يتعلق بالمرأة المسلمة، كل ما يخص المرأة المسلمة من أحكام ومن آداب ومن طاعة للزوج ومن اختيار الزوج إلى آخر هذا الكلام. فكان في بعض المشايخ بيدي محاضرة، وبعدين أحد الشيوخ برضو الكبار الحجم الوزن التقيل يعني كان برضو حاضر المحاضرة وتطوع، وكان بيتلقى الأسئلة من الجماعة الحضور ويعطيها للشيخ اللي بيحاضر يعني. وكان ينتقي ما يخص موضوع المحاضرة، مش أي سؤال كان يقدمه. فهو بيفرز الورق، فلقى ايه من ضمن الورق كده رقعة تقول: أنا راقصة وأريد أن أتوب. المسجد ده كان في شارع الهرم، فشيء طبيعي يبقى ايه الرقاصة موجودة يعني، خد بالك ازاي. طبعا شارع الهرم اتغير دلوقتي يعني الحمد لله، بقى يعني مليان مساجد والكلام ده، لكن شارع الهرم علم من زمان على الغواني والغوازي والجماعة دول. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج، والمهم قالت له: أنا على باب المسجد. فقام سايب المكان وطالع على باب المسجد، وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها: أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له: أيوه أنا بعتها. طيب أدي تليفوني، كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفة الغريبة واحدة بعتالي ورقاصة وجاية الجامع وبتاع. المهم قصة المرأة البنت دي 20 سنة، إن أبوها طلق أمها، الأم تزوجت والأب إيه تزوج. زوج الأم قال: ما ربيش عيال غيري، والأب مراته قالت له: عيالك ما يجوش. طب هما كانوا 3 بنات، دي أكبرهن البنت اللي هي بعتت الورقة دي، وفي بنت أصغر منها ب2 وبنت أصغر منها ب2. يعني البنت دي 15، آخر أصغر بنت 15 16 سنة. طيب إيه اللي جابك الجامع؟ قالت له: أبدا أنا كنت رايح أرقص، وكنت على الضفة الأخرى من الشارع، فقبال مسجد الرحمة اللي هو كان فيه المحاضرة فندق أوروبا ده، فهي معدية أول الجامع وعطشانة جدا وعايزة تشرب. المهم لقت إيه شوية قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع، فعدت الشارع كله وبتشرب مية، فسمعت كلمة من المحاضر وبتشرب مية، فكتبت الورقة في الحال، عزمت أن تتوب في الحال. طيب يعني دي واحدة رايحة ترقص، ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب مية وهتواصل بقى عشان تاخد الوصلة بتاعتها؟ ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقصي ليه يا بنتي؟ قالت: طب هناكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت، بقوا العيال اللي في البيوت يعكسوني وفاكريني لقمة سائغة، طالما شغالة يبقى لقمة سائغة كده عرضها سهل وبتاع الكلام ده، تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتدخل على بيت وزهقانة هربانة. ففي لحظة ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده، واحدة قالت لها: بص بقى أنا هوديكي مكان الفلوس هتتحدف عليك يا حاج، تعالي ارقصي، والجماعة اللي بيسمعوا كلهم مساطيل شاربين خمر وبتاع الكلام ده، ممكن واحد يطلع المحفظة ويقوم حاططها على راسك ولا حاجة، أو حاططها لك في هدومك ولا بتاع، أنت وحظك تلاقي ماسك أرنب ولا ثعلب، ولا الأرنب أظن دلوقتي بكام؟ ب1,000,000. إحنا كان أيامنا الأستك اللي مش عارف ب1000 والأرنب ب10,000.
والله يا اخوانا ما عدناش عارفين قال له هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس. وفعلا راحت المركز ده وخدت فلوس وتمام التمام، خدت شقه تمليك وبتاع، وجابت لبس ولبست اخواتها والكلام ده. فقالت احنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا يتزوجنا كلنا، مش واحد يجوزهم كلهم يعني، لكن يعني ايه، تجيب 3 مثلا اخوه ولا 3 مسلمين يجوزوهم هم ال3 يعني، ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام ده. طيب انا لما انتقل من هذا المشهد الى مشهد المسجد، مسجد النساء، في المسجد ده النساء زحمين بعض مش لاقيين مكان، ودي جايبه تسجيل وكل شويه ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف ايه والكلام ده. طب اللي عمال تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجه من المحاضره؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمه. طب هي جايه من قبل المحاضره بقد ايه؟ بساعتين، وقاعده في الصف الاول وقاعده جنب الميكروفون عشان تقعد ايه، تسجل وترجع وتاخر وتعمل الكلام ده. طب الانسانه التي لم تعقد المحاضره لها وكانت رايحه ترقص وماشيه في الشارع استفادت من المحاضره. طب اللي جايبه التسجيل وقعدالي من ساعتين قبل المحاضره ما استفادتش ولا كلمه. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المراه لمقتضى كلمه واحده، وثم اغلق القلب على هذه الكلمه فاثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانيه بقى اللي معاها التسجيل والكلام ده جايه ايه، تسمع، وبعدين ممكن يبقى دماغها في كل وادي وتقول ما هو الشريط معايا وهسمعه لما ارجع البيت، ولما ترجع البيت الواد ده بيصرخ والواد ده عايز يشرب والواد ده عايز ياكل، فمشغله التسجيل في المطبخ وهي بتطبخ والكلام ده، وهو مش واخده بالها من الكلام، وبالتالي لم تستفد من الايه، من المحاضره. فانا عايز اقول ان القلب هذا من يعني له اسرار عجيبه ولا يملكه الا الله، صاحبه لا يملكه برغم أن قوام حياتك به، لكنك إيه، لا تملكه. وساعات يبهدلك ويذلك ويضحك الناس عليك. القلب ده هو اللي هم بيعتبروه مضخة ده، بقول لك يبهدلك ويذلك ومرمط بكرامتك الأرض كمان. ليه؟ ممكن تبغض إنسانا بغضا شديدا إلى درجة إنك عايز تقتله. نقوم نقول لك يا أخي طب ذنب الراجل دي، يقول يا أخي عمل فيا كذا، أو مثلا لعب لي حواجبه أو مش عارف إيه. طب يا أخي دي حاجة تغير قلبك ولا الكلام ده؟ تقول لي أنا كرهته. طيب ما كراهيتك له تؤذيك، لأن هو أقوى منك ومعاه سلطان عنك ومش عارف إيه والكلام دوت. تلاقي نفسك داخل فيك كده أهو، يمسكك يعصرك، مع ان انت عارف سلفا انه هيبهدلك، ومع ذلك مش قادر تمسك قلبك ودخلت عليه. او انك ممكن تقلب على الصورة الثانية، واحد مثلا ابتلي بعشق امرأة، خلاص تبص تلاقي ماشي وراها زي الدلدول، هي ماشية كده وهو ماشي وراها ايه، منين ما يروح تروح ومنين، واخد بالك، وتبص تلاقي اول ما يشوفها يا ابني احترم نفسك، انت من اسرة محترمة وكويس وبتاع، بدل ما تتضير وتديك قلمين على وشك في الشارع والكلام ده، تقول له، يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. انا لو ضربتني بالشبشب اللي في رجليها ده شرف ليا وتاج على راسي، والتراب اللي بتمشي عليه اكحل بعينيا ومش عارف. يا ابني تكحل ايه الله يخ وتبص تلاقي الدنيا ماشيه معاه سداح مداح والكلام ده. ايه اللي بيحصل ده؟ وليه تبهدل كرامتك وكرامه الاسره كلها ومش عارف ايه؟ يقول لك ما قلبي يعمل ايه. وطلعت المثل بقى الحب اعمى فهذا القلب اللي أنت لا تملكه، يعني تكره إنسانا حتى تهلك في كراهيته، أو تحبه حتى تهلك في حبه، وأنت مش قادر تعمل القلب ده حاجة إطلاقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية الباهرة اللي هي مسألة القلب دي. كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان من جملة حلفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه، كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأنا عايز أقول أنه مسألة انفتاح القلب من انغلاق القلب والكلام ده، دي مسألة إيه؟ دي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.